السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد طارق، صيدلي خريج جامعة القاهرة. العلاقة بين باسم يوسف والإخوان علاقة تعارض وتضارب زي ما هي ظاهرة، ولا علاقة تكامل؟ يعني كل واحد فيهم بيكمل التاني عشان هدف معين. في ناس أول ما تسمع أصلا الموضوع ده تقول لك إيه اللي أنت جاي تقوله ده؟ انت جاي تقول ان باسم يوسف اللي بيهاجم الاخوان وبيسخر منهم وبيسفههم وبيعارضهم بقوه، احتمال اصلا ممكن يكون بيكمل لهم اهدافهم او بيساعدهم. انت بص، انت الطرح اصلا ده او طريقه التفكير دي بعيده قوي، يعني بعيده قوي قوي قوي. بس اول ما نعرف ان باسم يوسف المنتج بتاعه ينتمي لعيله اخوانيه عريقه، وكلنا عارفين الاخوان عندهم مبدا السمع والطاعه، يعني مفيش واحد عنده حريه تصرف، لازم يكون ملتزم بتعليمات الجماعه. فده حاجه برنامجك هو الاستاذ طارق الأزاز، هو بينتمي لعائله اخوانيه، والبرنامج يعني بيهاجم بصوره كبيره جدا جماعه الاخوان المسلمين. ايوه، هو من عائلات اخواني. انا عمري ما انكرت ده، عمري ما كذبت في الموضوع ده، فقلت قبل كده ايوه هو في عيلته في ناس كتير اخوان. الحاجه الثانيه اللي قلتها ان هو طارق لا يجرؤ ان يتدخل في المحتوى بتاعي، كما انا لا اجرؤ ان اتدخل في المنطقه بتاعته اللي هي البيزنس. لان دايما منتج البرنامج بيكون ليه التاثير الاكبر على اتجاه البرنامج. طب منين بقى يكون منتج البرنامج اخواني وباسم يوسف بيعرض الاخوان؟ في الحقيقه موضوع فعلا صعب، موضوع يلخبط. بس اللخبطه جايه منين؟ ان احنا بنفترض ان الاخوان كلهم زي بعض، انما الاخوان مش كده. الاخوان ممكن يكون فيهم عندهم مثلا واحد قيادي كبير او اكبر قيادي فيهم رايح يتفاوض مع امريكا مثلا على صفقه معينه، هنديكوا كذا في مقابل كذا، وبقيه التنظيم عمال يقول احنا اعداء لامريكا، وامريكا مش عاوزه النهضه بتاعتنا ولازم نقف قدامها، واحنا ضد اسرائيل والكلام ده كله، والتاني بيتكلم في موضوع تاني خالص. فالاخوان مش تنظيم سوي عنده صراحه ووضوح في كل حاجه، بالعكس الاخوان يعتبر تنظيم جوه تنظيم جوه تنظيم. التنظيم او الشريحه الاكبر شريحه المؤيدين اللي هم بينزلوا مظاهرات ومتحمسين وهم مش فاهمين هم رايحين فين، والشريحه الثانيه شريحه القياديين المتوسطين اللي ممكن يعمل انتخابات، ممكن يبقى مسؤول عن مجالس محليه، ممكن يبقى ليه بعض الوظائف، بس ملوش بقى علاقه بالحاجات الكبيره اللي هي عقد صفقات مع دول، او اللي هو يقعد مع جهاز مخابرات قطر مثلا يقعد يتفق معاه على شغل معين ايا كان. فدول غير دول غير دول. الشريحه الاكبر انا معاك ان هي بيكرهوا باسم يوسف ومخنوقين منه، وبص بيسمعوا اسمه اصلا بيكرهوا نفسهم، ويعني كلنا عارفين. انما القاده مختلفين تماما. القاده ليهم اهداف، اللي بيحقق لهم اهدافهم يبقى معاهم، اللي ما بيحقق لهمش اهدافهم حتى لو اخوهم بيبقوا ضده. طب ايه اهداف القاده دول اللي باسم يوسف او بدون باسم يوسف ما كانوش يقدروا يعملوها؟ وباسم يوسف بيسهل لهم المهمه، هو واللي زيه طبعا، مش باسم يوسف لوحده، هو واللي زيه. اهم حاجه عند القاده دول ايه؟ بيعمل صفقه بياخد منها دعم، بس بيقدم حاجه. اللي بيجي يقدمه ده ممكن ما يقدرش يقدمه، وبالتالي يخسر الصفقه كلها. يجي باسم يوسف يساعده في تقديم الصفقه دي. ازاي؟ دلوقتي مثلا نتنياهو عمل مؤتمرات وليه خطه اللي هو يرجع اليهود، مثلا اليهود اللي من اصلهم مصري لمصر، اللي من اصلهم ليبي ليبيا والكلام ده. الكلام ده عشان يتنفذ امريكا عاوزه تنفذه لاسرائيل تعمل ايه؟ تعالى عندها جبهتين في مصر، الاخوان وعندها المعارضه المصنوعه منهم. تعالوا انتوا لازم ترجعوا لنا اليهود تاني. طب اقول ايه للناس؟ قول اللي تقوله. فعصام العريان يخترع اختراع كده ان احنا لو رجعنا اليهود اسرائيل، في اسرائيل هتفضل اليهود، وبالتالي الفلسطينيين هيرجعوا والمشكله كلها اتحلت. اي اختراع يعني. الاختراع ده هل ممكن الناس تصدقه؟ مفيش حد هيصدقه غير الاخوان. ليه؟ لان هو تنظيم مبني على الطاعه العمياء، بيعبدوا يعتبر القاده بتوعهم
ينطبق عليهم قول الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، ما عندهمش مخ، ما بيفكروش، ماشيين وراهم وخلاص. طيب الناس الثانيه اللي هي ما بينتموش للاخوان، اللي هي عموم الشعب، اللي هو يا اما بيكره الاخوان وبالتالي رافض اي حاجه تتقال منهم حتى لو حق، او ان هو بيعرض الفكره على مخه فبيلاقيها الفكره متخلفه عقليا فيقول لك ايه الهبل اللي بيقولوه ده. طيب ايه بقى اللي ممكن يقدمه باسم يوسف؟ باسم يوسف يقوم عامل حلقه، الحلقه دي يشتم شتمتين في الاخوان ويتريق على الاخوان شويتين، وبعد كده يطلع في الحلقه كل اللي يسوق في الحلقه لرجوع اليهود، يقول رقم واحد ان هو بس ما بيقولهاش بالاسلوب ده، بيقولها باسلوب سخريه، بس باسلوب السخريه بيسوق لك بيه الفكره دي. اول حاجه اليهود ما كانوا موجودين في مصر من زمان وليهم مشاريعهم زي ريفو العدس بن سيون، ويقوم يعني مش حافظ الاسامي اللي قالها يعني، بس عموما قال يقول شويه اسامي وبعد كده يقول لك والتوحيد والنور، فالناس تضحك، بس خدوا فكره ان هو ايه؟ اليهود اصلا كانوا موجودين في مصر. في مصر اليهود ايام زمان كانت ليهم تاتشات يعني مش ممكن تتنسي، يعني مثلا عندك بنزيون، عدس، ويمبي، التوحيد والنور، كلاسيكيات كده. على العموم اهلا بيهم مره ثانيه في بلدهم مصر، يعني دول ما هيصدقوا غير ان حركه زي دي هتنعش الاقتصاد المصري، هيجيبوا لنا فلوس، هيجيبوا لنا اقتصاد، هيجيبوا لنا استثمارات. يلا بقى تعالوا بسرعه. الهيئة اليهودية بباريس تشكر الإخوان على دعوتهم للعودة. وقالوا احنا بقى عايزين بقى نقعد بعد إذن حضرتك كده قريب أوائل السنة أسبوعين 3 كده نقعد مع بعض عشان نشوف بقى تعويضات اليهود المصريين اللي في الخارج. وتطلب تعويضا 30 مليار دولار. اشرب والنبي ما انتوا جايين، خليكوا عندكوا. حبة كده عصام اهم شبطوا. على فكرة بقى اليهود ما ينفعش يرجعوا، مصر زحمة وضيقة ويا دوب مكفيانا. مصر واسعة قوي. مش ناقصاك خالص يا خيري، مش ناقصاك. هنعمل لك ولا من عصام؟ بقول لكم مصر زحمة ومش مستحملة اللي فيها. مصر واسعة قوي. رقم اثنين لو رجعوا هينعشوا الاقتصاد المصري، فيخلي الناس حابة ان اليهود يرجعوا عشان ينعشوا الاقتصاد المصري. رقم ثلاثة بيرد على موضوع مصر ضيقة عليهم، ضيقة مين؟ ضيقة مصر واسعة وهم اصلا عددهم قليل. لا عاداتهم وتقاليدهم، انت حاسس ان اليهودي ده بعيد عنك واسرائيلي بقى وحش وكده، فيجيب لك المتحدث الرسمي باسم الجيش الاسرائيلي بيقول امثله بلدي ويقعد يتريق وعلامه صحوبيه، وقلبه لك واحد زي اللي انت يعني كنت بتشوفه في الشارع وبتخرج معاه، فعادي يعني لو جم تاني بالعكس دول الناس ظراف جدا. اللي هاجروا راحوا امريكا واوروبا، وجزء صغير بس اللي راح اسرائيل. يعني مش هم دول اللي هيفضوا اسرائيل. بس سؤال، اللي اتولد جوه اسرائيل ودخل الجيش في اسرائيل وحارب ضدنا لسه مصري؟ وابوه مصري وسماره لونه مصري وخفة دمه مصري؟ وكل مصر. لا يا جماعه لا سوري، نتكلم جد شويه معلش. طب ما شربتش من نيلها؟ بس احنا يا جماعه ثقافتنا حاجه تانية. اليهود اللي من اصل عراقي او مغربي او مصري اللي استقروا هناك ما عادوش زينا، ما بقوش حتى يتكلموا زينا. أولا نتحدث عن استراتيجية حركة حماس الإرهابية ومن لف لافها ضربني وبكى سبقني واشتكى. دول بس مش بيتكلموا زينا، دول بيئة. ده أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الشهير بخالتيلا التاتا. عينة من الإسرائيليين اللي من أصل عربي اللي وعد العريان عايز يرجعهم ويفسحوا مكان للفلسطينيين. واضح إن أسلوب الحوار بتاعهم هناك اتغير. ومعنا بالأقمار الصناعية من تل أبيب مبعوثنا للجالية اليهودية هناك خالد. إيه الأخبار عندك يا خالد؟ نعم باسم، والله يا باسم لسه مخلص اجتماع مع أفيخاي. أفيخاي؟ أنت تعرف أفيخاي؟ يا عم دوت واطي وملعوب في أساسه والله. بعد كده يقول لك بص الاخوان هم بقى اللي وحشين، كانوا ما بيفرقوش زمان بين اليهود والصهاينه، على الرغم ان احنا كلنا بنحب يعني نفسنا ان المصريين يرجعوا تاني اللي هم اليهود، واحنا ما عندناش كراهيه زي الاخوان والكلام ده. فخلي بالك الموضوع كله ان يا ريت اليهود يرجعوا، احنا ما عندناش كراهيه، احنا بالعكس ده هم هيرجعوا ينعشوا الاقتصاد، وهم اصلا اللي مش عاوزين يرجعوا، احنا اللي مش وش نعمه، واحنا لو رجعوا اصلا احنا اللي هنظلمهم لاننا هنخونهم. فخليك تتعاطف مع اليهود وسوق لك الفكره
بس تسويق عصام العريان للفكره كان تسويق متخلف عقليا، انما تسويق باسم يوسف كان تسويق موزون. موضوع ان اليهود يسيبوا اسرائيل مش هيحصل، واليهود المصريين اللي فعلا نفسنا يرجعوا من اوروبا وامريكا مش هيرجعوا هم كمان. الحقيقه انا نفسي اي مصري بيرجع، بس اذا كان المصري يعني انا نفسي ان اي مصري يرجع، بس اللي بيسافر يقعد بره شويه بيتخون. تفتكر هيتعمل ايه في دول؟ بعد كده يقول لك يا عم كمان بص احنا فارقين اصلا، هم مش هيرجعوا، فيخليك ايه تعرف اللي هو لما انا اقول لك بص انت مش عاوز تشتري ده، انا اشتريتها اصلا عندي زبون تاني ليها هيشتريها ومبسوط بيها جدا، فتلاقي نفسك من جواك الله انا كنت فاكر ان انت بتسوق لي حاجه، لا ده انا بخسر، لا طب ما تجيبهم يرجعوا احسن عشان نعيش. فنجان. موضوع ان اليهود يسيبوا اسرائيل مش هيحصل، واليهود المصريين اللي فعلا نفسنا يرجعوا من اوروبا وامريكا مش هيرجعوا هم كمان. الحقيقه انا نفسي اي مصري بيرجع، بس اذا كان المصري يعني انا نفسي ان اي مصري يرجع، بس اللي بيسافر يقعد بره شويه بيتخون. تفتكر هيتعمل ايه في دول؟ عصام العريان كلامه ايا كان متخلف عقليا او عاقل الاخوان هيصدقوه، انما باسم يوسف هيبتدي الكلام ايه؟ بيعرف ازاي يسوقه للشعب، فعشان كده قيمته اغلى عند قيادي كبير من قاده الاخوان. كلام عصام العريان وتسويقه الضعيف جدا للفكره اللي نتنياهو عاوزها، ولا تسويق باسم يوسف للفكره. فعشان كده باسم يوسف مهم جدا عند قاده الاخوان الكبار، عشان هو بيمكنهم ان هم ينفذوا صفقاتهم اللي هي لصالح امريكا، وبالتالي لو قدروا ينفذوها هياخدوا الدعم اللي هم عاوزينه من امريكا، ويبقى كده هو نجح. طب هل باسم يوسف قاصر هدفه على النقطه الاولانيه دي بس؟ لا، في اهداف ثانيه كتير. ايه الاهداف الثانيه؟ رقم 2 احنا قلنا رقم 1 خلاص ان هو بيمكن قاده الاخوان من تنفيذ اتفاقياتهم. الرقم 2 اللي هو بيشكل وبيقود المعارضه. يعني ايه بيشكل وبيقود المعارضه؟ دلوقتي في نظام جه، النظام ده هيعمل بلاوي، اكيد هتتكون له معارضه. المعارضه دي هتكون صورتها ازاي؟ ناس هتنزل تضرب، ولا ناس هتحتاج، ولا ناس هتعمل توكيلات للجيش، ولا في احتمالات. باسم يوسف بيشكل المعارضه. لا، المعارضه احنا هنعرض ازاي؟ هنتريق ونهزر وننكت وننام كل يوم واحنا مبسوطين ان احنا علمنا على الاخوان. خلاص؟ فده اسمه تشكيل المعارضه. رقم 2 قياده المعارضه. يعني مثلا لو حصلت حاجه معينه تجاه الاخوان، باسم يوسف يطلع يقول لك لا انا الكلام ده مش موافق عليه ابدا، او مش موافق عليه. فبالتالي الناس تقول ايه؟ ده اكتر واحد معارض للاخوان قال الكلام ده ما يصحش، يبقى الكلام ده ما ينفعش خالص. ثانية واحدة، انت سألتني سؤال مركب. انت سألتني اول سؤال انت معترض ليه على حكم الاخوان او معترض ليه على حكم الرئيس مرسي، ولو مين يمشي لو هو مش يجي بداله مين. فانا بجاوبك واحدة واحدة. رقم 1 انا ضد حتة لو مشي مين مكانه، لان الحمد لله يعني مصر فيها كتير. نمرة 2 انا مش عايزه يمشي. انا فعلا مش عايز الرئيس مرسي يمشي، انا عايزه يكمل الفترة بتاعته. انا شخصيا برغم كل اختلافاتي معاه انا عايزه. هو كده عمل ايه؟ شكل وسيطر على المعارضه، مش هو لوحده، هو والناس اللي معاه. طيب ده رقم 2. رقم 3 ضرب السلفيين وتفتيتهم. طب ازاي يا عم؟ ده اصلا الاخوان نجحوا في الانتخابات بقوه بسبب السلفيين. طب منين بقى يبقى هدف قاده الاخوان الكبار ضرب السلفيين؟ مش معقول. بقول لك بالعكس، ده قمه العقل. ازاي؟ السلفيين ليهم قوه شعبيه وليهم شعبيه كبيره. الشعبيه الكبيره دي كانت في صالح الاخوان وعرفوا يستخدموها. طب دلوقتي انتوا السلفيين وحود قالوا لهم هنطبق شريعه، ما فيش حاجه اسمها ايران هتاخدوا سلطه، ولا واحده من الثلاثه دول ولا واحده من الثلاثه هيقدروا يستغنوا عنها. يعني لا هيطبقوا شريعه، ولا هيقطعوا علاقات مع ايران، ولا هيدوهم جزء من السلطه. بالعكس، ده السلفيين بيمثلوا خطر عليهم، لانهم ممكن ياخدوا منهم جزء من السلطه عن طريق الانتخابات. وبالتالي لازم الاخوان تعمل حاجتين: تضرب شعبيه السلفيين، لانها مش بس لو فقدتها هتبقى معارضه بيها، وبالتالي لازم تختفي. تاني حاجه الناس اللي يسيبوا السلفيين يعملوا لهم حزب وسط، اللي هو بقى يدعموا حزب الوسط والمعارضه المضروبه زي ابو الفتوح والمعارضه اللي من النوع ده يعني. فيحولوا الناس اللي هنا اللي بيأيدوا السلفيين اللي هي الحزب الوسط والناس اللي زيه. الكلام ده يتعمل ازاي؟ باسم يوسف يطلع كل مره يهزق المشايخ ويتريق عليهم وي فبالتالي الناس تبتدي تبعد عن السلفيين، شعبيتهم تنهار، يخشوا اي انتخابات محدش ينتخبهم، واللي ينتخبهم الناس تقول لك عشان يبقى مظهره شيك وفي نفس الوقت بيحب الاسلاميين،
فيروح ينتخب مين؟ حزب الوسط. يبقى هم كده قدروا يسيطروا على الموقف بمساعده باسم يوسف. الكلام ده عموم الاخوان صحابك فاهمينه؟ ابدا. ولو سمعوه هيتريقوا عليه، ليه؟ لان هم ما اتقالهمش فكروا فيه اصلا. ما ينفعش يفكر في حاجه الا لازم تجيله حاجه اسطمبه احفظها وقولها. طيب في بعد كده في ايه كمان؟ في بعديها من اهداف باسم يوسف زياده مؤيدين الاخوان، زياده شعبيه الاخوان. ايه الفرق؟ الفرق لو انا دلوقتي جيت اقول لك عمر سليمان ليه شعبيه ولا ملوش شعبيه؟ ليه شعبيه كبيره. طب ليه مؤيدين؟ ليه مؤيدين بس قليلين. يعني ايه؟ يعني الناس اللي هينزلوا يعملوا توكيلات او ينزلوا مظاهره ليه او ينزلوا اعتصام عشانه او الكلام ده مش هيبقى بعدد الشعبيه بتاعته. شعبيته كبيره، مؤيدينه اقل. دلوقتي لو انت جيت على الاخوان وهاجمتهم وشتمتهم، مثلا واحد قال له ايه؟ ابو اسماعيل مثلا جاء مذيع معاه قعد يهاجم الصلاه، وابو اسماعيل يدافع عن الصلاه او يدافع عن الصوم او يدافع عن الحجاب او يدافع عن الحج او الجهاد او ايا كان من المبادئ الاسلاميه. هتلاقي الناس اللي بيحبوا الاسلام ومعظم الشعب المصري اللي بيحب الاسلام يبتدي يتعاطف مع مين؟ مع ابو اسماعيل. وبالتالي المؤيدين لابو اسماعيل بيزيدوا. فدلوقتي لو انا جبت واحد زي باسم يوسف من خارج الاخوان يعتبر عملت لهم عدو خارجي. العدو الخارجي ده كل ما يهاجمهم كل ما هم يبقوا اقوى مع بعض. ولو باسم يوسف استخدم الاباحه زياده هتلاقي الناس اللي هم كانوا على الحياد بس وكانوا بين ده وبين ده او مش عارفين يتجهوا لمين او متجاهلين الموضوع خالص ابتدوا يتوجهوا لمين؟ للاخوان. فهو كده ساعد عمليه الاستقطاب. وعشان كده كان لازم باسم يوسف لما يبتدي يطلع بعد الاخوان ما مسكوا السلطه لازم كان يستخدم الاباحيه في كلامه، لان عشان يبقى لازم يبقى بعيد عنهم عشان يضمنوا دايما ان الاخوان ما يروحوش لباسم يوسف. عشان لما باسم يوسف يعمل عمليه غسيل مخ يضمنوا له دايما ان غسيل المخ ده ما ينفعش مع الناس اللي توجههم اسلامي. ليه؟ عشان دول كل ما يشتمهم اكتر هيروحوا، وكل ما يشتم اكتر الاسلاميين وكل ما يبقى هو بيستخدم الاباحيه كل ما هيبعدوا عنه مش هيقربوا منه. فشعبيه الاخوان بتقل مش مهم، لان هيعملوها حزب الوسط هيلفوا يعني ويجيبوها، انما المؤيدين بيزيدوا. اخر حاجه السيطره على محمد مرسي نفسه. ازاي؟ دلوقتي باسم يوسف بيخلي لما بيهاجم محمد مرسي بيخلي شعبيته تقل، تمام؟ فهيخلي مين اللي معاه بس؟ الاخوان. كويس جدا. طيب وبناء عليه هل محمد مرسي يقدر يعصى الاخوان؟ لا. ليه؟ لانه عارف ان هو لو هم رفعوا ايديهم من تأييده يبقى ساعتها مفيش حد بيأيده، وبالتالي ان باسم يوسف بيساعد قادة الاخوان على السيطرة على محمد مرسي نفسه، لان هو دايما لانه هو لو اتساب من غير ما يكون في حد زي باسم يوسف بيطلع كل مرة يغسله، يبقى محمد مرسي ممكن شعبيته تزيد عند الناس العادية، وبالتالي يبقى ليه شعبية. الشعبية دي ممكن تغريه ان هو ينقلب على مين؟ على قادة الاخوان الكبار. وبالتالي عشان يضمنوا دايما ان هو يفضل تحت السيطرة لازم يضمنوا دايما ان هو يكون الداعم الوحيد بتاعه هم. فدي اللي انا يعني قعدت اجمع كده اهداف اللي ممكن يكون باسم يوسف بيساعد قادة الاخوان الكبار. هتلاقي الاهداف دي في الاخر هتلاقي حاجة كده افكر فيها. باسم يوسف لما بيعوز يعني يغتال حد سياسيا بيمسكه يمسخره، يعني يطلعه غبي ما بيفهمش الادب الكلام ده. هتلاقيه يتريق على مين؟ على الناس كلها. على يعني يتريق على شفيق عمر سليمان المجلس العسكري، يتريق على المشايخ، يتريق على محمد مرسي، يتريق على ناس كتير قوي، يتريق على خالد الشاطر. حاجه لمحه كده. يجيبوا في صوره اللي هو واحد واحد تقيل يتخاف منه، انما ما يجيبش ابدا ان خيرت الشاطر يعني سفيه او متخلف او بمعنى اصح ما بيختلوش سياسيا. صح؟ مش المفروض نفكر في حاجه زي دي؟ طيب دي اول حلقه عن باسم يوسف وعلاقته بالاخوان. الحلقه الثانيه خلاص بقى هننسى علاقته بالاخوان وهنشوف هو ازاي بيعمل حاجه اسمها برمجه لغويه عصبيه. يعني بيتفرج عليه بيخرج في الاخر متبرمج على حاجه على تصرفات معينه او على طريقه تفكير معينه. برمجه لغويه يعني بتستخدم اللغه في برمجه المخ الاعصاب. فالبرمجه اللغويه العصبيه دي حاجه باسم يوسف بيستخدمها ببراعه
في برنامج اسمه البرنامج، لانه بيبرمج مخ الناس اللي قدامه وعقولهم. المره الجايه هنشوفها، وهنشوفها برضو ان شاء الله بادله، ويكون في حلقه ثانيه غير الحلقه بتاعت اليهود واسرائيل برضه هناخدها كنموذج كده ونشوف باسم يوسف بيعمل برمجه لغويه عصبيه ازاي. خليكم معانا على صفحه الهدايه في فتن النهايه، هتلاقوا ان شاء الله الفيديوهات بتتنشر فيها. لو انت دلوقتي بتشوف الفيديو ده على اليوتيوب، تحت الفيديو هتلاقي فيه رابط للصفحه، خش على الصفحه ان شاء الله هتلاقي كل الفيديوهات اللي انت عاوزها باذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.